هنرجع تاني نقول الصوت الواحد وحضرتك موجود معانا في الاستوديو. ما انا صوت في وسط 5000 صوت موجودين كل يوم في الاستوديو بتاعكم غير الاستوديوهات. لا والله صوت واحد. احنا اول امبارح كان عندنا الدكتور يونس مخيون وبعدها نعم يعني ايه الدكتور يونس؟ الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور. طيب ربنا يعني يكتب له التوفيق. يعني ايه؟ لا ما فهمتش كلامك ده. بقول لك ربنا يكتب له التوفيق. طيب ما هو صوت برضه من الاصوات المختلفه اللي هو المعارضه يعني. طيب خلاص. ايه رايك في اداء حزب النور؟ يعني اسالهم هم عن ادائهم. لا انا بسال حضرتك يعني. انا اتمنى. انا سالتهم عن اداء انا قلت ليهم نصيحتي لاخوه في حزب النور وللتيار السلفي ان يعود لمكانه الطبيعي اللي وهو ان يقوم بالعمل الدعوي. مصر يا استاذ عمرو والشعب المصري شعب متدين بطبعه، لا احد هيستطيع يفصله عن دينه، لا المسلم ولا المسيحي. نحن نفتقد مؤسسات دعويه معتدله وسليمه وتقدم القدوه لشبابنا. ودي كارثه حلت بتنظيم الاخوان. خلينا اكمل. حلت بتنظيم الاخوان وبتيارات السلفيين. ان يتحول تنظيم الاخوان الى حزب سياسي، هذه كارثه حذرتهم منها من سنه 2007. يا جماعه خليكم كما انتم، كما اسسكم الامام البنا تنظيم دعوي تربوي. الوطن يحتاج منكم هذا. علشان كده بتنصح حزب النور انه يا ايها حزب النور ويا ايها التيار السلفي خليكم في مجالكم الدعوي، وده مش معناه تحريم العمل الحزبي او السياسي عليه. ليه حلال لحزب مصر القويه انه يكون حزب ذو مرجعيه اسلاميه وحزب انا ما قلتش حرام. انت بتقول ان عاوز حزب، انا بقول حزب النور الذي يجيده والذي يجب ان يفعله من وجهه نظري هو ده، لكن هو ده لا يعني حرمان اي مواطن مصري سواء كان سلفي او اخوانجي او غير اخوانجي، حرمانه من العمل السياسي والحزبي حقه.